السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في قناة وصفات زينة. إذا كان لديك الكثير من الموز فأنت محظوظ بعمل فطور شهي من الموز، أو ما يسمى بخبز الموز أو كعك الموز. في جنوب شرق آسيا، الموطن الأصلي للموز، تعتمد شعوبها على الموز في فطورهم وعمل الحلويات اللذيذة منه، وذلك لتوفر هذه الفاكهة الاستوائية على مدار السنة. وخبز الموز يقدم كفطور أو وجبة خفيفة للأطفال، ويقال أن أهل الهند أطلقوا على فاكهة الموز بفاكهة الفلاسفة بسبب محبة الفلاسفة له. نحتاج لعمل خبز الموز أو كعك الموز إلى حبتين من الموز، كوب من الدقيق الأبيض، 100 جرام من الزبدة، نصف كوب من السكر الناعم، حبتين من البيض، ذرة ملح، وملعقة صغيرة من القرفة، فانيليا، نص ملعقة بيكربونات الصودا، ملعقة بيكنج بودر، قليل من اللوز، زيت للدهن. الطريقة: نهرس الموز بشوكة جيدا، نضيف البيكنج باودر وبيكربونات الصوديوم والملح، نضرب الزبدة مع السكر في الخلاط الكهربائي حتى يصبح قشطيا. نضع حبتين من البيض، نضيف القرفة والفانيليا، نضيف الموز المهروس. بعد ذلك نضيف خليط الدقيق الأبيض، نستمر بالتحريك بالخلاط حتى يمتزج المكونات جيدا. ندهن قالب السيليكون بالزيت، نضع اللوز لقاعدة الكعك حتى نحصل على قاعدة متماسكة، وذلك عند تقطيع الكعك، وبذلك نحافظ على شكل الخبز. نصب خليط الخبز في قالب السيليكون المدهون ونخبزه في الفرن لمدة 30 إلى 40 دقيقة. ويمكن التأكد من نضج الخبز بإدخال طرف السكين، فإذا خرج نظيفا كان ناضجا. نقلب الكعك أو الخبز ونتركه يبرد، ونلاحظ أن الخبز متماسك لأن قاعدته من اللوز متماسكة.
انظروا إليها كم هي طرية وتفوح منها رائحة الموز. الكبار والصغار على حد سواء يحبون الموز، فهي لذيذة ومغذية. احتفلوا بالموز وشاركوا الأصدقاء في عمل أصناف وأطباق مختلفة من الموز. آمل أن تنال الوصفة إعجابكم. لا تنسوا عمل لايك إذا أعجبكم، ومشاركة الوصفة مع أصدقائكم، والاشتراك في قناتي لتصلكم أحدث وصفاتي. ودمتم في أمان الله وحفظه.